السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. ويلا بقى نعمل مع بعض كده الفول، تدميس الفول. الفول الكهرمان زي ما انت شايفة بالجمال ده، اعمليه في البيت على الاقل خالص، انت ضمناه وضمنه نظافته، وطريقته بيطلع احسن من المطعم كمان. شايفة الجمال؟ زبدة كده، شوية فول كده زبدة. المهم ما تنسيش تعملي لايك واضغطي على كلمة الاشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك اي اشعار باي فيديو بنزله. وتعالي بقى عشان نشوف المكونات والطريقة. سهلة وبسيطة خالص وهتعمليه في البيت، وتحطيه في اكياس في الفريزر، وكل يوم تطلعي الكيس على قد الايه، على قد السحور بتاعك. انا معايا كده الفول نقعته في ميه من بالليل، الحبايه بتاعته نفشت وبقت بالشكل اللي انت شايفاه ده. معايا كده ايه، معايا ربع كيلو من العدس، معايا جزرايه مبشوره، طماطمايه، ليمونه كده قسمتها 4 زي ما انت شايفه، ومعلقه صغيره جدا من البابريكا، ومعلقه صغيره جدا من الكركم. بس كده. جبت بقى الدماسة بتاعتنا، حطيت بقى كده الفول بتاعنا فيها بالليل من بالليل عشان يستوي معاكي بسرعة وتبقى الحباية نافشة معاكي كده بالشكل ده. حطيت بقى الفول في الدماسة كده ونزلت عليه بقى بالعدس بتاعنا. العدس بتاعنا يا دوب غسلناه بس، ومعلقة صغيرة من البابريكا والكركم، معلقة صغيرة جدا، وطماطمتين كده هحطهم كاملين زي ما هما، والليمونة كده قسمتها 4. ومشغله الكاتل بقى بتاعي كده جنبي عشان الميه تغلي. اهم خطوه لازم تضيفي للفول بتاعك ميه تكون بتغلي من الكاتل، ما ينفعش تحطي له ميه بارده. غطيت بقى الدماسه وحطيتها بقى على النار وسبته خالص. يا دوب اول ما غلي معايا هودت النار خالص عليه شمعه عشان يستوي كده براحته. خلاص هو دخل في السوا بقى. تعالي معايا بقى في الخطوة والتركة كده اللي هتخلي الفول معاكي احلى من المطاعم. معايا كده معلقة واحدة بس من الدقيق، ضفت عليها مية كده وفضلت اقلب اقلب فيها كده لحد، بصي ما فيهاش اي كتل خالص، بصي زي ما انت شايفة كده ما فيهاش اي كتل. هنروح بقى كده على الدماسة بتاعتنا، هبتدي بقى انزل كده بالدقيق بتاعي كده سرسوب رفيع، الايد التانية بقى عمالة تقلبي. يعني ايه، ايد بتنزل كده سرسوب الدقيق كده، والايد التانية بتقلبي زي ما انت شايفة كده بالظبط. بعد كده بقى هغطيه وهسيبه كمان غلوتين كده معايا، يعني مش هطفي عليه بقى، لا هسيبه كمان غلوتين كده معايا. وبعد كده هطفي النار بقى عليه زي ما انت شايفة كده بالظبط. انا الفول استوى معايا بسرعة، ما اخدش مني وقت، يعني بالكتير خالص اخد مني ساعتين. بقى معايا زي الزبدة كده والكهرمان زي ما انت شايفة بالظبط كده. هبتدي اغرفه بقى معاكم. حطيه في الفريزر من الدماسة على طول للفريزر، ولما تطلعيه بتضيفيله بقى الملح والكمون والزيت. هنا بقى ضفتله كده ايه، شوية كمون وشوية من الشطة وملح، وهضيف له بقى الزيت، وبقى معاكي احلى طبق فول للسحور. يعني بصي هتعمليه بالطريقة دي كده وهتدعيلي. المهم ما تنسيش اللايك، ولو انت لسه جديدة ادخلي على طول اضغطي على كلمة الاشتراك. هتضيفي له بقى شوية شطة كده وشوية الكمون والملح وشوية الزيت، هيبقى بصي طبق فول تحفة معاكي. كفاية ضمن نظافته، عاملاه في البيت. واحنا بقى عايزين نوفر عشان غلو الاسعار ومش عارفين ايه، فكل حاجة نحاول نعملها في البيت كده ونوفر. و... والله واحلى كمان، يعني انت ضامنة النظافة كده. حبايبي خلص الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.